في فيديو قبل كده اتكلمتك عن ازاي انا جبت تدريب وازاي نزلت شغل وانا في الجامعه. الفيديو ده مهم جدا جدا، لازم تعدي عليه. من هناك عرفتك ان انا عديت على كام شركه كده ونزلت فيهم تدريب وبتاع. ففي سنه ثالثه وانا كنت شغال، طبعا موجود جنبك رولز مختلفه، ده شغال ديفلوبر، ده شغال تيستر، ده شغال حاجه جديده اول مره اسمعها اسمها بزنس اناليسيس، ده محلل اعمالي. انا راجل شايفه برنس كده، يعني هو شايفه بيرسم يو ام ال دايجرامز، شايفه بيدخل ميتنج، شايفه بيكلم كلاينتس، حاسه راجل اعمال في نفسه. الراجل ده بيشتغل ايه يا جماعه؟ قالوا لي بزنس اناليسيس. طب ده خريج ايه؟ وده خريج بزنس مثلا. قال لك الراجل ده خريج حاسبات عادي، بس هو شغلانته ان هو بيكون فاهم تكنولوجي ماشيه عامله ازاي، في نفس الوقت بيدخل في حته البيزنس عشان يشتغل زي كوبري ما بين الاثنين، عشان يخش يتكلم مع العميل ويفهم منه بالظبط هو عايز ايه، ويبدا يوصف الشغل اللي العميل عايزه ده بطرق معينه، طريق مثلا دوكيومنتيشن او طريق مثلا رسومات يو ام ال دايجرامز. الشركات دلوقتي بقت عايزه الديفلوبر يدخل يقرا دوكيومنتيشن، يكتب كود على طول، ما يتعبش في الموضوع، لان الموضوع كبر. الموضوع مش زي الاول، الموضوع مش فكره ان وان مان شو هو اللي شغال على كل حاجه، مش بيقعد مع العميل ويخلص ويكتب كود وبعد ما يكود بيتست وبعد ما يتست بيببلش. لا، الموضوع دلوقتي بقى مختلف. نرجع تاني لموضوعنا. فكره البيزنس اناليسيس دي عجبتني جدا، ولما دخلت اعمل سيرش على النت اول حاجه قابلتني، يعني انا اول حاجه قابلتني حتى تلاقيني جبتها معايا عشان اعيدها معاكم تاني، ظهر لي البيزنس اناليسيس سكيلز. اول حاجه مثلا اندرستاندينج ذا بزنس اوبجيكتيف، باختصار محتاج راجل بيفهم، يعني راجل بيعرف يفكر بمعنى صح، مش ذكي، مش فكره ذكي، هو راجل بيفهم. يعني ايه راجل بيفهم؟ عارف انت المخرج لازم يكون عنده سكيل معينه، بيعرف يتخيل، بيعرف يركز في تفاصيل المشهد عشان يخرج مشهد متكامل، صح؟ نفس الفكره لازم تكون عند البيزنس اناليسيس. برضو بعد كده عنده اناليتيكال سكيلز، عنده مهاره تحليليه. دي ما فهمتهاش غير لما بدات شغل، يعني مهما قعد اوصف لك فيها مش هتعرف تفهمها، ولكن المهاره التحليليه معناها ان انت تفكر في كل جوانب الموضوع. ما حد يكلمك في بوينت معينه دماغك جايبه كل الجوانب، جايبه الموضوع ده ممكن ياثر فين وفين وفين وفين. دماغك بتحاول تفكر بشكل تحليلي، كمان بتفكر بشكل نقدي، كريتيكال ثينكينج. حتى اصلا الماده دي انا درستها، مش عارف ممكن تكون درستها ولا لا، ولكن كريتيكال ثينكينج، التفكير النقدي ده مهم جدا. كل الكلام ده طبعا بفتح لك بيه كلام، انت ممكن تدخل وتدور على النت وتعرف الكلام ده معناه ايه. كمان اهم حاجه ان يكون عنده كوميونيكيشن سكيلز، لازم يكون عنده مهارات تواصل، ازاي يعرف يتكلم، ازاي يعرف يعرض، ازاي يعرف يدخل ميتنج، ازاي يعرف يهندل ميتنج، ازاي يعرف يتعامل مع المشاكل اللي ممكن تقابله. طبعا الكلام ده انت ممكن تحس ان هو كليشيه قوي، ولكن فعلا المهارات دي ملموسه على ارض الواقع، ومش اي شخص يكون عنده المهارات دي. لمجرد ان انت عندك المهارات دي تعرف تشتغل الشغلانه دي. كمان في ديسيجن ميكنج، ازاي تصنع قرار، ازاي تخلص في بوينت بنتكلم فيها وبنتناقش فيها وبنتخانق فيها، ازاي تخلصها. الموضوع ده مهم، كل التفاصيل دي ملموسه على ارض الواقع. الكلام ده مش مجرد كلام انشائي. طبعا انا كنت معتبره في الاول انشائي، ولكن مش هقول لك ان انا اشتغلت على نفسي في الحاجات دي. الحاجات دي فيك يا مش فيك، فلما انت لو لمسها في نفسك هتحس ان الموضوع بتاعك. طبعا احنا ما بنكتبش كود، احنا مش بنتعامل مع كودينج. وانا قلت لك قبل كده برضو في الفيديو ان انا كنت شغال بروجرامر اصلا في الشركه دي، وفكره البروجرامنج انا كنت داخلها من باب اللي هو ده اللي انا اعرفه، يعني انا لازم اشتغل مع حاسبات اذا انا بروجرامر، ما اعرفش حاجه غير كده. لما لقيت في سكك تانية موجوده بقى عندي ذهول كده، لا في حاجات تانية موجوده. دخلت سيرش ودخلت اشوف، مش عايز اقول لك ان انا سبت الشغل خلاص، انا عايز افهم الراجل ده بيعمل ايه الشغلانه دي. لما قعدت ادور واروح يمين وشمال وببص لقيت اللي انا بدور عليه ده متوفر عندي في الجامعه، وهو قسم سوفت وير انجينيرنج. وفعلا لما دخلت قسم سوفت وير انجينيرنج لقيت كل المواد دي بتتكلم على اللي انا بكلمك فيه ده. درست فيها ريكويرمنت انجينيرنج. يعني ايه ريكويرمنت انجينيرنج؟ يعني الطرق والاساليب اللي تاخد بيها المتطلبات بتاعه البروجكت من العميل، ازاي تطلع من العميل معلومه، هي دي الريكويرمنت. فانكشن ريكويرمنت بقى، نون فانكشن ريكويرمنت، اكيد انت عديت على كلام زي ده. تدرس كمان سيستم ديزاين، يو ام ال دايجرامز، وازاي ترسم ديزاين كامل سواء كان فوتوشوب. طبعا انت عارف في برضه اليو ام ال دايجرامز بكل انواعها، مش بتستخدمها كلها اكيد، بس ازاي فكره ان انت تخرج اللي في دماغك، تخرج البيزنس فلو على شكل ماب او على شكل شارت. كمان بتدرس سوفت وير انجينيرنج 2. انا كنت دارس قبل كده سوفت وير انجينيرنج 1، وبتبدا اصلا تدرس الصناعه دي بتتكلم عن ايه، يعني ايه سوفت وير انجينيرنج، يعني ايه مثلا سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، ازاي الدنيا دي ماشيه من اول مرحله التحليليه، بعد كده بنخش على الديزاين، بعد كده بتخش على الامبلمنتيشن والتستنج، وبعد كده انت تببلش. الكلام ده كله بتبدا تفهم تفاصيله، لان انت راجل المفروض تكون متطلع على العمليه دي. انت لازم تكون فاهم البروسيس ماشيه عامله ازاي. الكودينج او البروجرامر هو اهم حاجه بالنسبه له انه يكون فاهم ازاي يكتب كود. انت بالنسبه لك بتتكلم على مستوى
اكبر شويه، بتتكلم على مستوى بيزنس، بتتكلم عن المشروع ده ماشي في سايكل معينه انت لازم تكون فاهمها، هتسلم ازاي، هتستلم ازاي. طبعا الكلام ده برضو على ارض الواقع بتفهمه اكتر. بعد ما عرفت كل الكلام ده قررت خلاص ان انا بتاع سوفت وير انجينيرنج، انا داخل القسم ده، شغلانتي انا سبتها، انا داخل عشان اركز في القسم ده، مش هشتغل في سنه رابعه، انا هدخل عشان اذاكر عشان افهم. وفعلا لما دخلت بدات اهتم اكتر من الاول عشان افهم كل المواد دي، عشان افهم الكور بتاع القسم ده واستفاد منه صح. الكلام ده فضل مستمر لحد الترم الثاني. في اول الترم الثاني حبيت ان انا انزل اشوف التريننج عامل ازاي، عايز انزل شركه، عايز المس الكلام ده، يعني الكلام ده كله على ورق بس انا عايز المسه. مش عايز اقول لك ان انا ما تعبتش في الحوار ده، وجي معايا كده من عند ربنا. نزلت كده بوست على اللينكد ان انا يا جماعه بشتغل كذا كذا وعايز اشتغل كذا كذا كذا، بس على البروفايل بتاعي لقيت واحد بيقول لي بعت لي رقمك، كلمته لقيت شركته جنب السكن بتاعي، نزلت رحت له قال لي خلاص تمام انت معانا، واشتغلت. اقول لك على حاجه، انا اشتغلت هناك من غير فلوس، يعني حتى ما كتبناش اي حاجه ولا سالته على فلوس ولا هو كلمني في فلوس. ودخلت مسكت بروجكت كده معين، كل اللي انا عملته فيه رسمت له واير فريمز. طبعا ده شغل يو اكس ديزاين اصلا، بس دي حته مهمه جدا ان انت فهمت من العميل بتاعه هو عايز يعمل ايه، وحاولت توصل له اللي العميل عايزه بطريقه معينه. الطريقه بتاعتك دي هي طريقه الرسومات، عملت له واير فريمز. وكمان بقى لما جبت العميل وقعدت اشرح له الدنيا ماشيه عامله ازاي وهتتنفذ ازاي، الدنيا كانت مبسوطه وانا كنت مبسوط والدنيا زي الفل. ساعتها حسيت ان في حاجه ملموسه، ان انا نزلت عملت بروجكت فالدنيا معايا كانت تمام. بعدها على طول جت كورونا فالدنيه وقفت شويه، روحنا بقى ما قلناش بنروح الجامعه وبتاع لحد ما جه مشروع التخرج. طبعا هنناقش بقى مشروع التخرج وكده، وبدانا نتخرج. فبدات مرحله ان انا ادور على شغل حقيقي، وهنا بقى بدات ادور بالطريقه اللي انا كنت اتكلمت فيها قبل كده، ازاي تجيب شغل او تدريب في فيديو اتكلمت فيه. فانت عايز تفهم التفاصيل دي برضو الفيديو هيفيدك اكتر من الكلام العام اللي انا بتكلم بيه دلوقتي. لحد ما جبت شغلانه، ولكن كان حظ فيها مش قد كده، مش ما اترفضتش، لا تمام. ودخلت انترفيو، وكان الانترفيو في الوظيفه دي يعني ما ادانيش حاجه ملموسه. يسالني عن اليو ام ال دياجرامز، يسالني في ريكويرمنت انجينيرنج، الفرق بين الفانكشن ريكويرمنت والنون فانكشن ريكويرمنت، ماذا لو قبلك كذا هتعمل ايه. انا في الكلام ده كنت تمام قوي، يعني هرد عليك حتى لو انا مش دارس، هرد عليك، هفهم ان انا ارد عليك. واي حد فعلا عنده مهارات التواصل كويسه كان هيعرف يرد، وعنده شويه معلومات صغيره كان هيعرف يرد. انا كان برضو من حظي ان الشركه دي كانت طالبه اكتر من واحد، وكان عايزينهم برضو يدربوهم، كان عايزينهم فريش جراديوت، وكانوا عارفين الناس دي فريش فكانوا عايزين ياخدوهم ويدربوهم وكده. واتقبلت، ولكن انا كنت داخل على الجيش، فلما عرفوا ان انا عندي جيش كنسلوني، فكنت غير موفق لهذا السبب. دخلت الجيش بقى، قلت ان فتره الجيش دي كان معايا الكتب اللي انا كنت واخدها من الجامعه كلها، وبدات فعلا ان انا ابدا اذاكر كل الكتب دي تاني. والفتره دي فعلا فرقت معايا كتير. ليه؟ لان انا بدات هنا اركز على الحاجات العمليه. دخلت بقى على يوديمي عشان اعرف الكورسز بتاعت المجال ده التطبيقيه ماشيه عامله ازاي. بيني وبينك ما لقيتش حاجه تطبيقيه تفهمني الدنيا دي بالظبط، لان الموضوع ده صعب شويه. على فكره دلوقتي بحاول اعمل كورس او بحاول اعمل رود ماب كده معينه تطبيقيه بحته، فاحنا ممكن الحوار ده في المستقبل ان شاء الله نتكلم فيه. ولكن خلينا نكمل كلامنا. قبل ما نخلص جيش بكام شهر كده بدات ادور على وظايف كبزنس اناليسيز، وسبحان الله لقيت نفس الشركه اللي انا كنت مقدم فيها قبل كده طالبه برضه جينيور بزنس اناليسيز، مش فريش، هنا طالبه جينيور. ايه الفرق اصلا بين الجينيور والفريش والسينيورز والميد ليفل والكلام ده برضه ممكن نعمل لها شورتس. الحاجات الصغيره دي زي ما قلت لك ممكن ان احنا نعمل لها شورتس. فقلت ده كويس جدا ان انا اقدم، لان انا كنت اكسبتد قبل كده، فدي هتبقى خطوه كويسه بالنسبه لي. انا كنت هناك اكسبت وكما بقيت له اوفر، فدي حاجه كويسه جدا ان انا اقدم، اكيد فرصتها هتبقى اعلى. ولكن المره دي كان الموضوع مختلف. هنا ما كلمنيش بقى في حاجات نظريه، هنا بدا ان هو يكلمني في حاجات عمليه. يعني اداني تاسك وقال لي اشتغل عليه. برضه احنا ممكن حلقه تانية خالص نتكلم فيها عن التفاصيل دي، ازاي تجهز نفسك للانترفيو از سوفت وير انجينير او از بزنس اناليسيس. ولكن ممكن نختصر الحوار ان انا بدات اشتغل فعلا على الموضوع ده، بدات ارسم له دايجرامز، بدات ان انا ارسم له واير فريمز. زي ما قلت لكم انا اصلا بعرف ارسم واير فريمز من الشغلانه اللي انا كنت اشتغلتها. لما رحنا عشان نتناقش بقى وندسكاس كده الاوتبوت اللي انا طلعت بيه، قعدنا نتكلم، قعد يفهم دماغي. طب انت عملت ده ليه؟ طب انت حطيت ده هنا ليه؟ طب انت ليه وصلت ده ببعض؟ ليه عملت ده هنا؟ وهكذا. بدات ان انا ارد، بدات ان انا اوضح، بدات ان انا اشرح، بدات اعرفه ان انا لا انا عامل الكلام ده الهدف مش مثلا نقله من مكان، مش حد مساعدني في الحوار. بدا ان هو يتكلم معايا، وبرده انا عارف ان هو عايز يقيس شويه مهارات معينه. تمام، انت عرفت ترسم له واير فريمز كامله وتوصل الدنيا كلها ببعض، ده كده انت فهمت البيزنس وعرفت ازاي توصفه وتسرح بخيالك كده وتعمل لاينز وتوصل الدنيا كلها ببعض. كمان وانت بتشرح بيقيس الكوميونيكيشن سكيلز. ممكن في النص يقوم خبطك سؤال معين يقول لك ليه
هنا كريتيكال ثينكينج. التفاصيل اللي زي دي انت وقتها ممكن ما تكونش لامسها، بس هم فعلا بيعرفوا يقيسوا الموضوع ده. لو حد فاهم كويس بيعرف يقيس الموضوع ده فيك، وبناء على الكلام ده بيقول لك انت اكسبت ولا مش اكسبت. ده اهم بالنسبه له من الكلام النظري، اهم بالنسبه له من الكورسات، اهم بالنسبه له من التقدير بتاعك. ليه؟ لان انت شغال في شغلانه معتمده بنسبه 90% على السوفت سكيلز بتاعتك. بعد كده بتيجي بقى مهاراتك في ان انت تتعلم، مهاراتك في ان انت تندمج مع زمايلك، مهاراتك في ان انت تتعامل، مهاراتك في ان انت تشرح وتبسط وتكنترول. الموضوع صدقني ممتع لدرجه كبيره. طبعا بعد كده بدأت ان انا انزل بقى شغل، وخدت تريننج في اول شويه، والموضوع مكمل لحد النهارده. انا لسه شغال بقالي سنه و7 شهور تقريبا اهو. طبعا دي تجربه محتاجه لها فيديو كامل لوحده، ولكن طبعا اللي هيحتاج الفيديو ده الناس المهتمه انها تكون بزنس اناليسيس، لان سوفت وير انجينيرنج مش بزنس اناليسيس بس. اكيد سوفت وير انجينيرنج ممكن يكون سكرام ماستر، ممكن يكون برودكت اونر، ممكن يكون بروجكت مانجر، ممكن يكون بروجكت كوردينيتور، ممكن يكون سوفت وير تيستر. كل اللي انا بكلمك فيه ده تحت قسم سوفت وير انجينير، اللي انا بقول لك عليه ان هو قديما نظم معلومات، لان كلنا سوفت وير انجينير. ما هو اللي بيبرمج ده ما هو ده سوفت وير انجينير. ولكن تقسيمته دي انا مش فاهم صراحه تقسيمته ليه سماها كده، ولكن هنعتبر ان مثلا الديفلوبر اسمه سوفت وير ديفلوبر والتاني اسمه سوفت وير انجينير. ما علينا من المسميات وتفاصيلها، هي مش تفرق معانا في حاجه، ولكن ممكن نقول ان تحت القسم ده كده كل الناس اللي شغاله حوالين ديفلوبرز. تمام كده؟ تمام كده. اخر حاجه قلت ان انا هتكلم عنها، وهي ده ايه الفايده من الحوار ده. الفايده ان انت عارف انت بتبني على ايه. يعني فكره ان انت تكون عارف انت عايز ايه دي حته مهمه جدا. فكره ان انت تكون عارف انت عايز تروح فين دي حاجه مهمه جدا. في ناس كتير تقعد تكلمك في ان انت نظم وقتك واشتغل على حلمك ومش عارف ايه. الاهم من كل ده، اهم من كل ده حرفيا ان انت تعرف حلمك. الاهم من كل ده حرفيا ان انت تعرف انت بتنظم وقتك ليه. اعرف انت رايح فين الاول، بعد كده نظم وقتك. اعرف انت رايح فين الاول، بعد كده اشتغل عليه وتعب عليه عشان تعرف تحط خطه، عشان تعرف تحط بلان. الحاجه اللي انت عايزها لازم تكون عارفها قبلها على الاقل ب6 شهور سنه، عشان تعرف تمشي على الخطه بتاعتها، تعرف تذاكر، تعرف تحط لنفسك بلان، تعرف تدور يمين تدور شمال، تاخد كورسات، تعرف ازاي تطبق بشكل عملي، تسال الناس كانت موجوده في المجال، تعمل بروجكت، تشتغل على نفسك، تاخد تريننج. مش ان انت تكون لسه متخرج اول امبارح ودخلت جيش او ما دخلتش وفضلت لقيت نفسك جوه في السوق. السوق بقى هو اللي بيغصبك ان انت تشتغل ايه. انت راجل بقى طول الجامعه ما انتش فاهم حاجه، طول الجامعه انت ماشي، الناس ماشيه يلا باك اند يلا باك اند، الناس شغاله ويب يلا ويب، الناس شغاله موبايل يلا موبايل، ده الاي او اس بيكسب كتير يلا وراه، ده الكروس بلاتفورم هو اللي هيغطي على السوق بعد كده فلتر ومش يلا اجري على فلتر. الموضوع مش ماشي كده. الموضوع لازم تقيسه على مهاراتك. انت بتحب ايه؟ انت شايف نفسك في ايه؟ تقيس مهاراتك الشخصيه وتشوف مهاراتك الشخصيه دي ممكن ترجحك لاي قسم او اي وظيفه. ده هتريحك جدا. حتى لو حاجه انت اول مره جديده، خش شوف الدنيا فيها ايه، جرب. فكره الجامعه هي فكره دراسه، فكره تدريب، فكره تجربه، فكره بناء اساس. بناء اساس حرفيا، هي بناء اساس. ما تشتتش دماغك في اي حاجه تانية غير ان انت تعمل لنفسك اساس. ليه؟ عشان لما تيجي تخرج بره ما تتشتتش، ما تلاقيش ان السوق كبير وما انتش عارف تشتغل. معظم المشاكل دلوقتي كلها في ان انت لما تتخرج ما انتش عارف تشتغل ايه، فبالتالي انت قاعد بتتنطط. الشركه دي نزلت وظيفه تجري عليها، وهنا تجري عليها، وهنا تجري عليها، وبالتالي مش بتتقبل. وترجع تقول ما تتقبلش ليه؟ ما هو ما بيقول لك ابعت لي السي في، مش اكيد قصده السي في اللي فيه اسمك وعنوانك. هو عايز السي في اللي فيه الحاجات اللي انت عملتها، الشغل اللي انت اشتغلته، الماب اللي انت مشيت عليه. لكن انت درست مثلا كورس سي بلس بلس، لكن انت درست اتش تي ام ال او سي اس اس، بعد كده لكن انت نزلت تريننج او دخلت في ستودنت اكتيفيتي ليها علاقه بالويب، لقاك بعد كده ان انت نزلت تريننج في شركه از ويب ديفلوبر، بعد كده لقاك ان انت عملت بروجكتس كتير ليها علاقه بالويب. ساعتها اعرف اخدك، اعرف احدد انا ممكن اخدك تريننج ولا ممكن اخدك جونيور مثلا. كده انت ماشي على خريطه معينه اعرف اخدك عليها. طبعا الموضوع موضوع ارزاق وكل حاجه، بس سعيك ليها في ان انت تخطط صح. انما لو سبتها عايمه كده هياخدها اللي كان مخطط، هتلاقي نفسك في الاخر واصل بقى لشركات مش هتعجبك، شركات تحت بير السلم تروح تقعد فيها شهر شهرين وتتكل على الله، شركات تستنزفك حرفيا، ما عندهاش مواعيد شغل 24 ساعه، ممكن تلاقي نفسك شغال في الاخر عشان ملاليم. بحين ان انت بنفس الناس اللي يعني انت في حد انت احسن منه بكتير شغال في شركه كبيره بياخد مرتب حرفيا اضعافك وما بيشتغلش نص الشغل اللي انت بتشتغله، عارف يظبطها صح. اخر حاجه ممكن اختم بيها وهي السالاريز، الماني، وده حاجه الناس كتير قوي بتحب تتكلم عنها. يعتبر من الوظائف اللي فلوسها كويسه مقارنه بوظائف تانية انت في مكان كويس. طبعا انا مش هقول ارقام لان طبعا بتختلف من مكان لمكان ومن شركه لشركه. برضه انا مش عايز امحور الحلقه كلها حوالين البيزنس اناليسيز لان انا جاي اتكلم عن قسم سوفت وير انجينيرنج، بس انا عشان اتخرجت من القسم ده واشتغلت بيزنس اناليسيز، بس زي ما قلت لك ان القسم
القسم ده بيخرج منه حاجات كتير، ولكن معتمده كلها على مهارات شخصيه عندك انت. وبس كده، اتمنى تكون الحلقه مفيده عجبتكم. انا احمد حجازي، متنساش تعمل اشتراك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.